ممكن تتعالج هنا وعندنا الامكانيات هنا مع الجهاز الطبي. هتقعد هنا ولا انت؟ انا هقول لك حاجه خلاص ممكن ليفربول يبعت له جهاز طبي. ما انا قلت من شويه يعني انا قلت الكلام ده. هيقول لا انا هتعالج هناك، اقول له خليك هناك. خليك هناك لحد ما تخف وربنا يوفقك في ليفربول. واحنا هنا عندنا رجاله. الرجاله موجودين. طب اقول لك حاجه، انت شاعر ان انت في مشكله ان محمد صلاح مش موجود ولا امام عاشور بقى ربنا يشفيه يعني؟ لا، لان انا قلت لك البطوله دي الفتره دي منتخب مصر عنده كل المراكز فيها يعني في لاعبين فيها كتير وفيها لاعبين متقاربين المستوى لدرجه انت بتشوف زيزو يطلع لا مش عارف تريزيه قاعد، لا مش عارف مرموش، مش حاسين بقى مش حاسين بمشاكل. عندنا النهارده زي ما قلت الشناوي متعور، لكن في ابو جبل وفي صبحي والشناوي يعني ما عندهاش مشكله خالص. فبالتالي فرصه كبيره ان اللعيبه تثبت نفسها. بس فالموضوع مش موضوع احنا بنتكلم، احنا محمد صلاح من افضل الناس اللي عملت انجازات خارج مصر في العالم ومش هتحصل لاي حد تاني. ولكن عند منتخب مصر خط احمر لاي حد لاي حد ان انت لو انت مش مصاب ومش هتقدر تشتغل تلعب فنيا ومش هتقدر بدنيا ان انت تكون موجود، لكن يكون ليها دور كبير من الناحيه المعنويه. لازم اساند، لازم اكون موجود قاعد مع المنتخب لمجرد انت لو تبقى كانك واحد في الجهاز. حتى لو ما كنتش هلعب لو مش هتلعب ما انا بقول قطع كلامك كابتن حسام. ما انا بقول لو ما كنتش تلعب وانت عارف انك مش هتلعب بتتعالج بس من غير ما هتلعب. كنت ليه دور كبير، ليه دور كبير. كان ممكن الاصابه دي تبقى داخليه محدش يعرفها وهو يتعالج ويبقى موجود والدنيا ماشيه، وزي ما انت قلت وجود محمد صلاح هيدي ضغط ان هو ممكن يشارك في اي وقت، محدش يبقى عارف. انا سمعت كمان خبر ان يقول لك يعني لو هيتعالج ولما نوصل الفاينل فلا والله لو هنخسر الفاينل بس اللعيبه اللي تعبت دي مش مجرد انا مش عناوين صدقني. انا بقول الاصول في الكوره وفي منتخب بلد، اي منتخب بلد شرف كبير لاي حد يكون متواجد لمجرد ان هو قاعد موجود في البعثه بتاعت منتخب مصر.